المره اللي فاتت اتكلمنا لو عندي 40 سنه ممكن اركب تقويم عادي، لكن لو عندي طفل صغير امتى اقدر اركب له تقويم؟ Braces can fix it. التقويم انواع، لو محتاج اعدل مشكله في العظم زي بروز في الفك العلوي او بروز في الفك السفلي اقدر اركب التقويم من اول 8 10 سنين، ودي بتبقى اجهزه متحركه او اجهزه ثابته حسب احتياج الطفل. النوع الثاني اللي هو التقويم الدايم اللي الخصوص اللي بتركب على الاسنان، ده بيبقى عند سن اكبر شويه لما نكون بدلنا كل الاسنان في حدود من 12 ل 15 سنه. في حاجه ثانيه بنقدر نعملها لما بيكون في اسنان مدفونه في فك الطفل عند سن صغير، يعني 8 9 سنين بيكون الاسنان مثلا الاماميه ساعات بتبقى واحده طلعت والثانيه ما طلعتش، لو عدى عليها اكتر من 6 شهور وهي لسه ما طلعتش نقدر ان احنا نعمل تقويم جزئي، وهو عباره عن تقويم ثابت على الاسنان الدايمه فقط في الفم، ان احنا نقدر نسحب السنه المدفونه بعد ما نكون شلنا السبب اللي خلاها تفضل مدفونه في مكانها. طبعا كل ده لازم يتم تحت اشراف اطباء مختصين عشان نقدر نوصل للابتسامه المظبوطه اللي بندور عليها. تابعونا تاني في حلقات من Braces Can Fix It.